اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. صباح الفل والجمال وصباح راحة البال. صباحكم انتوا يا احلى حوات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في الخير عايشين. النهاردة روتين قوي قوي قوي، وعملت حاجات من القليل، وعملت حاجة حلوة جدا بربع كيلو صدق يا بني ادمين. عملت اكلتين تكفي فطار وعشاء، حدا وعشاء، وهتعرفوا كل التفاصيل. وهقول لكم كمان جبت ايه من السوق والاسعار يا ست البنات. بس قبل اي كلام عايزاكم تصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام، وزيدوا النبي صلى عليه افضل الصلاة والسلام. وعايزاكم تدعوا لامي والابويا بالرحمة، ربنا يرحمهم رحمة واسعة ويرحم كل امواتنا يا رب. يلا بينا بقى ندخل على الروتين القوي. الروتين ده كان امتى يا ام ياسين؟ كان يوم الخميس. انا فتحت معاكم بس، وشكرا جدا لكل حبايبي اللي دخلوا معايا البث، ربنا يكرمكم يا رب، نورتوني. وكل اللي ملحقش ان شاء الله باذن الله الايام الجايه هنفتح مع بعض بثات كتير ونقعد نتكلم ونحكي، وهبقى قايله لكم قبليها عشان نبقى متجمعين. تمام. تعالوا اقول لكم انا جبت ايه، وبعد كده اقول لكم انا عايزه اشكركم على ايه وايه وايه. اللهم صل على الحبيب. انا نزلت السوق بعد ما خلصت اللايف، جبت المشتريات. جبت ايه يا ام ياسين؟ لقيت الطماطم الحمد لله بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسد يا رب، كمان ترخص كمان وكمان. لقيت الطماطم ب10 وب8. قولوا لي الطماطم عندكم بكام يا بنات؟ انا جبت اللي هي الجامده، تقريبا كيلو ونص، اللي هي كيلو ونص يعني، اللي هي ام 10 جبت منها كيلو ونص. والكيس التانية دي اللي هي ام 8. ام 8 بصراحة مش احسن حاجة يعني، يعتبر مستوية. فانا هحط الاتنين على بعض وهنقضهم يعني، او بمعنى اصح هشوف المستوي وهقطعه، وهشوف الجامد وهشيله، وهطلع حاجة عشان الاكل وكده. وجبت ايه كمان يا ام ياسين؟ جبت ربع الصدق ده في حد يعني فاتح محل جديد، فانا حبيت ان انا اجربه. برضو ب200، بس انا حبيت ان انا اجربه عشان اشوف الشهر الجاي ان شاء الله باذن الله هجيب منه ولا لا. اللهم صل على الحبيب. وجبت كمان ربع كيلو، نص كيلو فلفل ب5 جنيه. وجبت نص كيلو خيار ب5 جنيه. الخيار ده كان ب10 جنيه يا بنات. للأمانة الخيار ب15 وب13، بس ده كان ب10 جنيه في طبق كده لوحدي. وجبت كمان فول. والنهاردة هنعمل أكلة جبارة، هنعمل أكلتين جبارات. وجبت عيش طبعا بالبطاقة، والحمد لله البطاقة دي نعمة، ربنا يا رب ما يحرمها مننا يا رب، ولا يحرمها ولا نحرمنا منها. وربنا يرزق كل اللي ما عندوش بطاقة، ربنا يرزقه ببطاقة كمان. وجبت كمان، جبت جلاش عشان هعمل منه حاجة حلوة قوي النهاردة. الجلاش ده بكام يا ام ياسين؟ ب17 جنيه النص كيلو يا بنات، وفي ناس بتبيعه ب20 جنيه للأمانة يعني. وجبت كمان برتقان. البرتقان من اول 10 جنيه الصغير لحد 15، وفي ناس بتبيع ب20، بس ده للأمانة ب15. جبت كيلو ونص يعني، جبت على قدنا يعني، كل واحد 2، تقريبا 8 يعني. انا بحب ان انا ايه، اجيب بالعدد كده عشان اجيب كذا نوع فاكهة على حسب ما انا الميزانية معايا. وجبت برضو جافة، بس بقى ايه ما عدتش يعني جبت كده بالبركة، بس برضو جبت تقريبا في رينج كيلو او كيلو ب30، لان هي ب25 تقريبا يا بنات. فجبت ب30 جنيه بس. هظبط كده الدنيا بقى ونهيئ الدنيا ونشوف هنعمل ايه يا ست الستات، يا ست البنات انتي وهي. قولوا لي النهارده انتوا هتعملوا اكل ايه عشان بقى انقل منكم. وانا اديتكم اكله النهارده قويه بجد والله يا بنات. هعمل لكم اكله حلوه جدا بالنسبه لي انا، عجبتني. وحطت طريقه من الناس نفسها يعني، من صحاب المحلات نفسها. كل مره كنت بعملها بطريقه تانية خالص، بس النهارده هعملها بطريقه، وبجد طريقه مية 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 ولا في ريحة جمال. المهم يا بنات، الطماطم كل ما تلاقي الطماطم رخصت ابتدي جيبي وحزني، لان الطماطم من الحاجات الاساسيه اللي تنفع لرمضان طبعا، وتنفع في اي وقت يعني. احنا عامه كمصريين، اغلبيه المصريين يعني
بيبقى اكلنا بالطماطم. يعني احنا بنميل للحاجات الحمراء، الحاجات اللي بالطماطم اكتر من الحاجات اللي هي بالشوربه. طبعا بنحط في الطماطم شوربه، بس انا قصدي يعني بيبقى ليها تسبيكات وكده. فافضل ان انتي كل ما تلاقي الطماطم رخيصه جيبي، حتى لو لا قدر الله ما رخصتش عن 10 وبقت ب8 وب10 كده زي ما انا جايباها، كل ما يبقى معاكي 10 جنيه زياده جيبي بال10 جنيه، سواء بقى من ام 8 سواء ام 10 جنيه، وقطعيها. مش لازم تعمليها بقى على النار وكده، قطعيها واضربيها في الخلاط وشيليها في كيسه وحطيها في الفريزر، عشان يعني الموضوع يبقى سهل. انت ما تقعديش تقولي لي انا هعمل كيلو كيلو يا ام ياسين، لا. لو انتي مش هتقدري تجيبي كل يعني كمية كبيرة مرة واحدة وتعمليها مرة واحدة، خلاص يا ست الستات، كل ما يبقى معاكي 10 جنيه جيبي كيلو او كيلو ونص على حسب بقى سعرها. لو كيلو ب5 جنيه يبقى 2 كيلو، وقطعيها واضربيها في الخلاط ضربة كويسة، وحطيها في كيسة وحطيها في الفريزر. هتطلعيها بقى هتسبكيها عادي. تمام. طبعا انا حاطه هنا جزء هعمله عصير، يعني هعمله عصير عشان هعمل اكل بيه، وقطعت جزء هنا عشان خاطر احطه على النار يتظبط، والجزء اللي في العلبه ده الجامد اللي هيتشال في التلاجة، والجزء الصحنن ده ولا هو مستوي قوي ولا ناشف قوي. فانا هقطعه عشان اعمل منه الاكل ده. ربع كيلو الزق يا بنات، انا اللي خلاني النهارده هعمل منه اكلتين. اللهم صل على النبي. ولاد اخويا جايين يقعدوا معانا، جايين يسهروا معانا اليوم ده، وانا يعني للامانه يعني الدنيا مش هقولك مش احسن حاجه، لا الحمد لله على كل حال. بس انا ما كنتش عايزه اصرف مصاريف كتير، لاني انا طبعا الايام دي في دروس وفي مدارس وفي بقى، عارفين انتوا اكيد كلكم عندكم نفس الحاله اللي انا فيها. فبرضو عشان ما اصرفش كتير، فحبيت ان انا اظبط الموضوع على قد امكانياتي، ما اقولش لحد ما يجيش عشان خاطر محدش يزعل، وفي نفس الوقت اعمل الحاجه اللي على قدي وتكفيني، وبرضو ابقى قدمت حاجه كويسه للولاد واتبسطوا وضحكوا وهزروا. تمام. زي ما انتوا شايفين ده كده ربع صدق مسكته قطعته كده وظبطته عشان هنشوف هنعمل بيه الاكل ايه. جبت فلفل كوبي هنقطع، عايزه بقى تحطي حامي براحتك، الفلفل ده عامه براحتك. وهقطع بقى طماطم وهقطع البصل، يعني الحاجه اللي انا هحتاجها هقطعها. بصراحه انا مش هقطع بصل لاني انا عندي البصل مفروم في التلاجة، وزي ما قلت لكم في الفريزر اسفه. وزي ما قلت لكم دي من الحاجات المهمه جدا في الفريزر بجد والله، بتريحني تريحه كبيره جدا. من الحاجات اللي فعلا برتاح لما بتكون موجوده هي والثوم لما بيكون متقشر عندي وجاهز. اللهم صل على الحبيب. الفلفل على فكره يا بنات برضو ساعات لما بجيب كميه فلفل كبيره بقطعها واحطها في علب واحطها في الفريزر، برضو من الحاجات اللي بتوفر معايا كوقت لو هعمل مثلا كبده، لو هعمل حاجه. طبعا صلصه الطماطم لا حين عنها. الخضره اول ما الخضره بترحص بقى وبتبقى بسم الله ما شاء الله كتير كده، وبالذات في الشتاء ببتدي اروح جايبه منها ومنضفاها ومقطعاها وعاملاها. الجزء بقى اللي هحطه فيه المحشي بقطعه، الجزء اللي انا هحطه في المفرمه يعني هفرمه كده، فبقطعه قطعات عاديه، يعني مش لازم افرمه والكلام ده كله. ففي حاجات لو جبتيها كل ما تنزلي مثلا معاكي 10 جنيه معاكي 5 جنيه تجيبيها، هتلاقي نفسك خلصت من عليكي وعدت والفريزر عندك مليان. بس يا بنات هنتكلم النهارده بقى في الروتين اللي احنا بنعمله، وانا هعمل ايه والحاجات اللي انا هعملها. ومره تانية ان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو ازاي تفرزي الحاجه باسعار وهميه. تمام. كل اللي جاي ان شاء الله حلو، وان شاء الله هنعمله مع بعض، وهديكوا حبه افكار عبل ما يجي رمضان تبقى بيتك كله مليان خير وبركه، وايه الخير عندك ياما ياما ياما. تمام. تعالوا بقى ندخل في الحاجات اللي انا بعملها دلوقتي. انا دلوقتي اخدت معلقتين صدق من الربع كيلو صدق اللي كنا مقطعينه، وقطعت عليه كام حته بيفي كده كانوا عندي في التلاجة، كانوا قربوا هيبوظوا الولاد مش عايزين ياكلوا، رحت جايه ماسكاه مقطعاه كده وركنته. دلوقتي انت بتعملي ايه يا ام ياسين؟ طبعا الولاد كلهم بيحبوا البيتزا بلا استثناء، يعني اغلبيه الولاد بتحب البيتزا. طب انا عندي ناس جايه بالليل، طبعا مش هاكلهم الحدا، يعني هم هيجوا بعد الحدا، هم جايين يتفرجوا مع ياسين على الماتش. طيب عايزين يتفرجوا على الماتش وفي نفس الوقت عايزين حاجه ياكلوها كده، اللي هو حاجه تقدميها يعني. طيب انا عملت ايه؟ انا هعمل بيتزا بدون بيتزا، يعني هعمل بيتزا من مفيش. مش هعمل بالجلاش لان احنا الجلاش هنعمله حاجه حلوه دلوقتي هتشوفوها، لكن دي هعملها عجينه بيتزا عاديه بكوبايتين دي. هعمل صاج اللي هو الصاج بتاع الفرن هتشوفوه دلوقتي. حطيت ايه؟ بدون اي لبن بقى، بدون اي حاجه يعني. هي كوبايتين دقيق، من كوبايتين لكوبايتين ونص على حسب ما انت عايزه، بس انا حاطه كوبايتين بس. ورشه ملح وكيس حميره ورشه بيكنج باودر
وللامانه حطيت معلقتين لبن بودره، ممكن تستغني عنهم تماما. يعني ممكن تعملي عجينه بخميره وبيكنج باودر وسكر ورشه ملح والدقيق والميه بس. حطيتها كده، عجنتها كده، ابتديت ان انا اعملها بحبه الميه حبه بحبه واعجن في العجينه. بس تبتدي تعجني العجينه لحد لما تلم كده معاكي، تبقى بتلزق معاكي بس ما بتمسكش في ايدك، يعني بتلزق في ايدك بس مش بتلزق. بس ابتديت بقى حطيتها في العلبه كده زي ما انتم شايفين، وابتديت ان انا احطيها وهركنها على جنب لحد لما تحمر. عبال بقى ما هي تحمر هعمل الحدا للولاد عشان نلحق نتحدى، عشان ولاد اخويا لما يجوا ان شاء الله يبقى الولاد اكلوا والدنيا تمام التمام. هتعملي ايه يا ام ياسين؟ انا هعمل لك طاجن فول بالصدق، والله يا بنات احلى من بتاع المحلات. هو بالامانه يعني هو من طريقه واحد بيشتغل على عربيه فول، عنده عربيه فول يعني، وقال لي الطريقه دي، وبجد لما جربتها بجد مش هعمل غيرها. طيب قال لك ايه يا ام ياسين؟ اول حاجه يا بنات انا قال لي حطي بصل شوحيه تشويحه كده، وانزلي عليه بفصين توم يتشوحوا مع بعض كده زي ما انتوا هتشوفوا لحد لما تحسي يعني ريحه التوم تطلع وريحه البصل تطلع والكلام ده كله. وبعد كده تنزلي عليه بالحاجه اللي عندك اللي هي بقى ايه يا ام ياسين. طبعا الحله اللي ورا دي يا بنات انا بعمل مكرونه، لاني انا الولاد عندي مش كيفين فول بالصدق، يعني انا بنحبه كلنا طبعا، بس الولاد عندي بيحبوا حاجه بالمعلقه، بيحبوا الاكل بالمعلقه اكتر من العيش. فانا هعمل لهم نص كيلو مكرونه كده جنبيه، وهعمل الفول بالصدق عشان الولاد يعني مش بيحبوا الحاجات بالعيش اكتر. حطيتي ايه يا ام ياسين؟ حطيت البصل، حطيت الثوم، طلع الريحه بتاعتهم هما الاثنين، نزلت عليها بالفلفل والطماطم، ونزلت عليها بالكمون والكزبره والملح والفلفل الاسود بس، وحبه بابريكا زي ما انتوا شايفين كده. حطيتي ايه؟ توم، فلفل، بصل، توم، تشوحوا كويس جدا. هنزل بالفلفل الاخضر حامي بقى بارد براحتك، والطماطم والتوابل اللي انت تحبيها. انا حطيت كزبره، كمون، فلفل اسود، بابريكا، ملح، وابتديت ان انا اشوح الخضار كده زي ما انت شايفه لغايه لما هحل الخضار يدوب دوبان كده زي ما انت شايفه. بعد ما يدوب خالص يا بنات هنزل عليه بالفول. دول بكام فول يا ام ياسين؟ ب10 جنيه فول حمستين للامانه من العربيه. انا ما بجيبش فول من المحلات، انا بجيب فول من العربيه. الناس اللي هم السريحه يعني اللي هم بيسرحوا بالعربيه كده وبيمسكوا الجرس ويقعدوا رن 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 ويصدعونا، بس انا بحب اجيب منهم يعني. بس كده ابتديت يا بنات اقلب الفول كده لحد لما شكشك في قلب بعضه، ونزلت عليه بنص معلقه حل، وهبتدي بقى اقلب كله في قلب بعضه. عمل بقى ايه يعني يشكشك كده كله في قلب بعضه، ويحلك كده كله في قلب بعضه. ما تخلوش يحلي قوي برضو عشان الحل ما يمررش. يعني هنا طبعا بدوق الملح، مالكوش دعوه باللي انا بعمله، بس انا هنا بدوق الملح عشان انا تملي بعمل الحاجه وانسى ادوق الملح وارجع اعيد تاني احط ملح، يعني يقعدوا يقولوا لي الاكل عادي. بس الفول كده شكشك في قلب بعضه يا بنات، ونزلت عليه بالصدق المتقطع ني. انا كنت الاول بسلقه يا اما بشوحه في السمنه كده، كنت بعمل حاجات تانية خالص حردين. هو قال لي انزلي بالصدق ني زي ما انتوا شايفينه كده، وابتديت ان انا اقلب لحد لما حسيت ان الصدق شرب من طعم الفول. وبعد كده جبت بقى هراسه، ما عندكيش الهراسه بتاعه الفول دي، كوبايه، امسكي كوبايه واقعدي اهرسي في الفول بالصدق. خلي الصدق يتهرس في قلب الفول، اللي هو تعرفيش الفول نفسه في صدق ولا مفهوش. هتلاقي طعم الفول نفسه كله يا بنات طعمه صدق. انتي بتفركي الصدق كله في قلب الفول، بتلاقي الصدق نفسها اتهرت جوه الفولايه مع الفول، مع الصوص بتاع الطماطم، مع الصوص بتاع الفلفل اللي نزل، مع ميه البصل، مع ميه الثوم، مع حبه الحل اللي انتي حطيتيهم. بجد يا بنات حبه فول عالمي عالمية، والله العظيم 100%. بجد انا ابو ياسين اكله. ابو ياسين تملي للناس اللي في 45 يعني وعارفين اسكندريه وكده، كان بيحب قوي ياكل فول من ابو كمال حاجه كده، يعني واحد يعني مشهور كده على البحر، وكل مره يروح عنده لازم يجيب فول بالصدق. لما اكله قال لي يا ام ياسين بجد اقسم بالله ما دقت في حلاوته. والله يا بنات جربوه بالطريقه دي، فعلا مختلف جدا عن اي فول انا عملته. بس طبعا عذرا هنا على الصوره، مش عارفه كان نفسيه التليفون تعبانه، التليفون عندي نفسيته تعبانه خالص والله يا بنات. المهم حطيت الفول بالطاجن ودخلته في الفرن. كانت العجينه حمرت الحمد لله، رحت جايه ماسكه العجينه فردها كده في الصاج، ده صاج الفرن يا بنات، عوزت عوزه زيت بسيطه
فردت العجينه عليه ومسكت معلقه كاتشب، ولا عملت صلصه ولا عملت اي حاجه في اي حاجه، هي معلقه كاتشب. ما عندكيش كاتشب وعندك صلصه اللي هي الصلصه المعلبه، حطي معلقه وحطي حبه ميه بس، وحطي معاها روزماري وزعتر لو عندك، وافرديها على العجينه وانزلي بقى باي حشوه تعجبك. زي ما انت شايفه كده انا حطيت الصدق على البيف اللي كان عندي، على كام قرن الفلفل اللي انا بقيت قطعته، والطماطم كله فردته في قلب بعضه. طبعا هي مش محشيه وهم، لا هي محشيه بسيط. ودي الجبنه اللي انا جايباها، الجبنه دي ب20 جنيه يا بنات. حطيتها على الوش كده. المفروض العجينه بتتحط الاول تستوي، وبعد كده تحطي الجبنه من فوق عشان تسيح معاكي. بس انا عشان واثقه ان الجبنه دي ما بتسيحش، فانا فردتها مع يعني حطيتها على العجينه وهي عجين بس، وحطيتها في الفرن. وهبتدي بقى اعمل معاكم الجلاش. بجد والله يا بنات ولاد اخويا اكلوه بقى، كل شويه يقولوا لي عمته مفيش جلاش تاني، عمته اديني حته كمان. بجد هما وعيالي يعني. يلا بالهنا والشفا، بالهنا والشفا على الاكل. المهم يا بنات حطيت بقى دي سمنه على زبده، سيحتها ونقطه زيت بسيطه جدا، وحطيت عليها معلقه بيكنج باودر، نقطه زيت بسيطه جدا عشان الجلاش يبقى متطعم وفي نفس الوقت مقرمش، والبيكنج باودر عشان ينفش معاكي بس. طبعا زبده سمنه براحتك، انا حطيت الاتنين عشان هما متاحين عندي. ومسكت الصينيه كده دهنتها من تحت، وبقيت احط الرول، واحط يعني كل رولين بحط تحتي سمنه، يعني بحط ورقتين واحط سمنه، واحط ورقتين واحط سمنه. الورق كده زي ما انت شايفه انا مش بحطها كلها، انا برمي نصها بره ونصها جوه عشان تبقى متنصصه تمام. ولما اقفل ما اقفلش طبقات جلاش ياما والجلاش يتهدر معايا. يعني انا النص كيلو ده هعمل منه صينيتين كبار، يعني صينيتين حلوين. والجلاش محمل بس مش كتير، وفي نفس الوقت طعمه حلو، ومش اللي هو يلكم يخليك تاكلي حته وتقولي انا مش عايزه اكل تاني. لا حلو جدا والله يا بنات. انا فعلا انا كم ياسين عجبني طعمه. بس حطيت كده زي ما انتم شايفين. آه كنت بقولي حطيت طبقات كده، ودهنت سمنه نص ونص، وبعد كده حطيت في النص مكسرات عاديه، كان سوداني عندي وجوز هند من اللي عندي، رحت جايه مطلعاهم حطيتهم كده في النص وخلاص، ما عملتش حاجه تانية. وبقيت الم الطبقات يعني الجناب اللي طالعه من الجناب جنب يمين وجنب شمال، وادهن سمنه. وسبت ورقتين، يعني طبعا لسه انا هعمل صينيه تانية، بس اخدت ورقتين من الورق اللي موجود وحطيتهم كده على الوش. اول ورقه حطيت عليها سمنه، وتاني ورقه برضو سمنه، والكلام ده كله. بس قبل ما احط السمنه قطعيها، وبعد كده احط السمنه اللي انتي عايزاها. انا حطيت اول ورقه اهو كده يا بنات زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هحط تاني ورقه وهقطعها قبل ما ادهن سمنه تمام. يعني انا هقطع قبل ما تدهني السمنه، قطعي ليه عشان السكينه ما تلزقش في الورق يبتدي يشد معاكي. وزي ما انت شايفه انا بحلي، يعني باخد الجزء بقى اللي هو هرميه بره ده، لا بلف بيه بلف بيه الجلاش. بتلاقي طبقه الجلاش كلها ملفوفه على بعضها. يعني الجزء الاولاني ده مش كان بيبقى المكسرات طالعه منه، لا الجزء الاولاني ده كده بقى ايه، بتلاقيه كله ملزوق يعني ملفوف حوالين بعضه. فاهميني؟ انا عارفه اوصل لكم المعلومه ولا مش عارفه؟ يعني بتلاقي الحته اللي قدام دي اللي هي الحروف مش بقى ناشفه كده ومقدده، والمكسرات ولا الكستر ولا المهلبيه كل ده طالع منها، لا كل ده بقى بيبقى جوه ملفوف في قلب بعضه، بيبقى شارب من بعضه. قطعته كده، وبعد كده حطيت على الوش حبه سمنه. وانا طبعا كنت عامله الشربات عباره عن كوبايتين ميه على كوبايتين سكر. لو انت عايزاه تقيل، لو عايزاه خفيف بتحطي كوبايه سكر على كوبايتين ميه، يحلي حلوه، وتنزلي عليه بنص ليمونه لحد لما يعني يلزق معاكي، وبعد كده تنزلي بالفانيليا بس، وتطفي عليه وحطي معاه معلقه سمنه بلدي، بيبقى تحفه. او سمنه عامه، يعني اي نوع سمنه مش لازم سمنه بلدي. انا حطيت حته قشطه بصراحه. ده طبق طاجن الفول العالمي. بجد والله يا بنات انا عايزه اقول لكم انا الولاد عندي قعدوا اكلوا فيه يعني لدرجه ان انا استغربت، لان انا ولادي ما بيحبوش الاكل بالعيش ياما، بياكلوا اكتر بالمكرونه زي ما قلت، بالمعلقه اسفه زي ما قلت لكم. بس مسكوا طبق الفول يا بنات شفطوه. شفطوه والله. الطاجن خلص والله كده زي ما انتم شايفين. بصوا الطاجن، وحطيت على وشه كده كام شريحه طماطم صحننه وبس. المكرونه انا عايزه اقول لكم هي قعدت عندي، يعني هي طبقين بحالين، يعني ياسين بس اتعشى منها بالليل لقى نفسه جعان راح جاي واكل منها.
رحت جايه شايلاها وفي التلاجة عادي. بس ب- بجد يا بنات هتندمي اللي ما عملتهوش الفول. ما عملتش الفول بالصدق وقالت يا ندمتي ندم العمر كله. طبعا انا بهزر. اي اكل، كل اكل ربنا كله حلو والهنا والشفا على قلوبكم، بس بجد اللي هيعمل الفول يعني هيتبسط منه. بس يا بنات دول صينيتين الجلاش اللي انا عملتهم معاكم، او اللي انا عملتهم يعني زي ما انتم شايفين محمر. طبعا انا اول ما طلعته من الفرن بصراحه الجزء ده ما اتصورش معاكم، لان انا كنت بحضر الحدا وكنت بطلع اللي في الفرن، عارفه بقى ايه، شحالين يا لمونه ده يعني ايه، رابطين البقره وسايبينها دوحين يا لمونه كده. انا هو ده. فاللي هو ما كنتش عارفه اصور بقى، فرحت جايه مطلعه حطيت عليه الشربات وحطيته اول ما يطلع من الفرن يا بنات وهو سخن. طشي عليه الشربات، بس الشربات يكون ساقع، يعني مش من التلاجة قصدي، يعني يكون بارد بدرجة حرارة المطبخ. بس مسكته كده حطيته على البتاع وحطيته باي فوطه عندك لحد لا لما يتشرب مع نفسه. الرقاق بقى الجلاش ده يا بنتي طري طريان وطعم طعامه يا نهار ابيض، والله ريقي جري وانا بحكي لكم. هو خلاص هو اتشفط حرفيا اتشفط والله العظيم يا بنات. بس هو كان طعمه عالمي، عالمي برضو عالمي. النهارده الروتين العالمي. النهارده الروتين العالمي لولاد اخويا المقطقطين، على انهم ما بقوش مقطقطين، بقوا اطول مني يا بني ادمين. وبقيت عماله ابص لهم كده اقول لهم العيال دول مش محترميني خالص. مش محترميني خالص. العيال دي طالعين كده محدش قال لهم رايحين فين. ما تحترموا نفسكم يا عيال وقفوا بقى زي كده واثبتوا. بقى يقول لي مالك يا عمته، اقول له ماليش يا حبيبي اسم الله عليك. المهم بيحكي لكم ظروفي. عملت بقى الجلاش، كنت بقول ايه، عملت الجلاش كده زي ما انتم شايفين. الحته ايه، حته ولا والله العظيم يا بنات. قعدوا يعني ابني بقى يوسف بقى كل شويه يقول لي ماما مش لازم تاكلي انتي، انا هاكل. طبعا اللي حضر معايا البث شاف يوسف وهو مطلع عيني، وكانت عيني هتبظ بره من كتر ما انا ببرق والله. وهو مش حاسس ولا سائل اكني انا ببرق لناس تانية. كان عامل معايا نفس الحكايه كده بقى ايه بالليل. حطيت لهم واكلوا بالهنا والشفا والدنيا تمام التمام. فسيبت بقى ايه كام حته ليا انا كده وكام حته لابو ياسين. قلت ايه ممكن الصبح بقى احطهم مع كوبايه شاي كده افطر بيه. بقى رايح جاي تحس ان ايه، في حاجه ناسيها في المطبخ. كل شويه ماما هو انت عايزه ده، اه يا حبيبي ماما انت عايزه ده، طب انت عايزه دي. هم خلصوا البيتزا، هم بس الحتتين اللي فضلوا بصراحه يعني اكلوها بالهنا والشفا. والجلاش بس اللي ايه انا لحقت اشيل لنفسي واشيل لابو ياسين، بس هما برضو ما سابوهوش والنبي ما سابوه. وبقوا يلفوا وراه. بس بالهنا والشفا على كل ولادنا، ورب مطرح ما يسري يمري كده وولادنا يبقى تملي في اتم صحه واسعد حال كل ولادنا يا رب. ولسه ربنا ما كرمهاش باطفال، ربنا يكرمها باطفال ويديلها طفل سالم حانم كده بصحه كويسه. وربنا طبعا يشفي مرضانا ومرضى كل الناس يا رب. كل اللي عنده حد مريض ربنا يشفيه يا رب ويقومه بالسلامه. ونبقى تملي في راحة بال. والله يا بنات راحة البال دي احسن من احسن حاجة. اقسم بالله ان انتي تعيشي كده في ملكوتك مع نفسك، تصلي وتزكي وتطلعي كل اللي في نيتك مع ربنا، تصفي نيتك كده لربنا، بتبقى الدنيا يا سلام. احلاها كلام. بتحسي كده براحة البال حرفيا والله العظيم. ولا فلان قال ولا فلان عاد ولا فلان طلق ولا فلان اتجوز ولا تحس ان انت كده ايه في دنيا تانية. ده اللي انا عايشة بيه بصراحة. من ساعة لما ماما توفت رحمها الله بقيت حتى كل حاجة في نفسي ومع نفسي. اللي عايزني على هذا المنوال اهلا وسهلا بيه، واللي مش عايزني مع السلامة حلي. بس يا بنات كده بقى الفيديو يكون خلاص. يا رب يكون عجبكم، ويا رب تكونوا ما نسيتوش تحطوا لايكات. انا في الطبيعي ما بطلبش منكم لايكات كل مره يعني، بس اتمنى من ربنا ان انتوا تكونوا حطيتوا لايكات وكومنتات جميله زيكم، عشان بجد كومنتاتكم بتفرق معايا وبتفرحني. واللي عايز بقى يشير الفيديو ويعمل كده يعمل كده يعمل اللي هو عايزه. بحبكم، سلام.